تحدث السيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي عن كواليس مباراة القمة أمام الزمالك ورؤيته لمستقبل النادي الأهلي، مؤكدا أن الأهلي استعاد روح القميص الأحمر التي صنعت الفارق، كما تطرق إلى أداء بعض اللاعبين ومصير الجهاز الفني، إضافة إلى رسائل خاصة وجهها للجماهير واللاعبين بشأن المرحلة المقبلة. وقال السيد عبد الحفيظ في تصريحات عبر برنامج اللعيبة على قناة MBC مصر: أهم مباراة بالنسبة لي هي المواجهة المقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية. المشكلة الحقيقية هي أن تعيش في حالة معينة وتبني عليها المستقبل. الزمالك عاش حالة من الفرح، لكنه أمر مناقض للواقع، فالزمالك منذ 50 عاما لم يهزم الأهلي بنتيجة كبيرة، ومنذ سنوات طويلة لم يحقق 3 انتصارات متتالية. وتابع: مباراة الزمالك لها وضع خاص، ومن الطبيعي أن يكون هناك قلق، لكن ما هو طبيعي أيضا أن يبقى الأهلي متمسكا بروح القميص الأحمر. أكثر ما أسعدني أمس هو عودة الأهلي بروحه المعهودة منذ 37 عاما. حين يتقدم الأهلي على الزمالك لم يتمكن الزمالك من العودة في النتيجة، وعلى مدار 30 سنة لم يستطيع الزمالك أن يعود ويتعادل مع الأهلي سوى 3 مرات فقط. وأضاف: الأهلي قدم في المباراة روحا عالية جدا. صحيح أن أول 5 دقائق لم يكن في أجواء اللقاء، لكنه بعد ذلك سيطر على الملعب طولا وعرضا، والزمالك لم يحصل حتى على ركلة ركنية واحدة. وأردف ساخرا: أنا في الصباح شاهدت المباراة مرة أخرى وقلت ربما يحقق الزمالك نتيجة كبيرة في الإعادة. مباراة الأمس أثبتت باليقين أن المسألة مسألة قميص، بغض النظر عن أسماء اللاعبين، فالقميص هو الذي يمنحك القوة. واستكمل: حسين الشحات كان في قمة التركيز وغير مجرى اللقاء تماما. كوكا رغم أنه لم يقدم مردودا هجوميا كبيرا، إلا أنه قام بكل شيء، وجعل خوان الفينا لا يلتفت أبدا، فكان دائما ظهره للمرمى. كذلك مروان عطية ومحمد الشناوي قدما أداء رائعا، وأشير هنا إلى بن شرقة الذي عاد سريعا للتغطية في الدقيقة 59 من الشوط الثاني. وفي لقطة ركلة الجزاء ثبت المعلومة لدى الحكم وقال له: هذه نفس كرة الزمالك، وهذا ذكاء من اللاعب. وأردف: تريزيجيه يتمتع بشخصية قوية جدا، وأريد أن أؤكد أنه عنصر مهم للغاية ويمكن أن يكون هداف الدوري، لكن عليه أن لا يحمل نفسه فوق طاقتها. وزع المجهود حتى نستفيد منك بأفضل صورة، فأنت ركيزة أساسية، ولكن لا تضع على عاتقك أكثر مما تحتمل. وبسؤال عن مدرب الأهلي الجديد أجاب: المسألة بالنسبة لنا أن نختار مدرب يملك شخصية وخبرة. ربما تكون السيرة الذاتية جيدة، لكن الأهم أن يستوعب طبيعة المناخ هنا. أنا واثق أن الاختيار سيكون موفقا، خاصة أن أمامنا فترة توقف، ومع ذلك لابد أن نمنح عماد النحاس حقه، فقد تولى المسؤولية في آخر 6 مباريات الموسم الماضي وفاز بها جميعا، وفي الموسم الحالي قاد الفريق في 4 مباريات فاز ب3 وتعادل في واحدة، لذلك يستحق التحية والتقدير. واختتم: على جميع لاعبي الأهلي أن يدركوا أن المباراة القادمة أهم من مباراة الزمالك، لأنها تضع المنافسين تحت ضغط كبير، وحينها ستجدهم يقدمون لك الهدايا بأنفسهم.